الفيديو ده هيبقى كورس كامل ومجاني لو انت عاوزة تفتحي مشروع حلويات من بيتك ومش عارفة تبدأي ازاي. هقولك ازاي تعملي احلى تورتاية دورين لأعياد الميلاد بطريقة سهلة وبسيطة قوي، وهقولك ازاي تتجنبي كل الأخطاء اللي ممكن تقعي فيها. يلا نبدأ وصفتنا بقى بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنبدأ أول حاجة نبطن صواني الكيك. الصينية الكبيرة دي مقاس 24 والتانية مقاس 18. عشان نعمل كيك دورين لازم الدور اللي تحت يكون أكبر من الدور اللي فوق ب6 أو 8 سنتي، ما ينفعش يبقى أقل من كده، بس ممكن يبقى اكتر عادي. يعني مثلا كيكه صينيه 24 ينفع معاها صينيه مقاس 18 وصينيه مقاس 16. بطنت الصواني بقى بورق الزبده من الجناب وعليته عشان انا محتاجه الكيك يبقى عالي، وهشيلهم على جنب. وهجيب دلوقتي العجان بحط فيه كيلو الا ربع من دقيق الاسبونج، وحطيت عليهم 9 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كوبايه الا ربع من الميه البارده علشان الجو حر قوي. مقدار الميه بالظبط 150 مللي، يعني كوبايه الا ربع لو هتستخدمي مج الشاي العادي. لو هتستخدمي كوبايه العصير يبقى نص كوبايه. حطيت كمان معلقه من محسن الكيك الجيل ومعلقه فانيليا ورشه ملح، وضربت كويس جدا بقى بالعجان او بالمضرب الكهربائي لمده ما تقلش عن 7 ل 8 دقائق لحد ما يبقى الخليط معايا بالشكل وبالقوام ده. صبيته بقى في الصينيه اللي احنا بطناها بورق الزبده، وممكن كمان تدينيها زيت على فكره وبطنيها بالدقيق، ومن غير ما تحطي ورق زبده عادي، لكن انا حطيت ورق الزبده عشان انا عاوزه اعلي الجوانب. خلة الشيش طاووق ببتدي ان انا امشيها جوه الكيك كده عشان ما يبقاش فيه اي فراغات، وبدخله الفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 او 170 لو فرنك حامي. والحراره بتكون من تحت بس، وما تشغليش مروحه في الاول عشان ما تخليش الكيك يتحمر معاكي قوي بزياده. بصوا بقى انا طبعا كنت فبدات في الكيك ونسيت اسخن الفرن، فاضطريت ان انا اسخنه على طول بعد ما خلصت، وخليت الحراره على 200، وولعت المروحه وحطيت الكيك، وللاسف نسيت ارجع الحراره ل 180 واطفي المروحه. والكيك عندي اخد لون بزياده شويه، وحسيت بكده لما شميت ريحته. فطبعا بقى خدي بالك من موضوع الحراره ده قبل ما تدخلي الكيك الفرن. انا قشرت الكيك وشلته على جنب وسبته يبرد، وجهزت كيك شوكولاته برضو بنفس الطريقه، بس استبدلت الاسبونج الفانيليا بالاسبونج الشوكولاته. بس قسمت تلتين الخليط حطيته في الصينيه اللي مقاس 18 اللي انا بطنتها بورق الزبده، والباقي حطيته في صاج فرن مقاس 30 في 40 برضو مبطناه بورق الزبده، عشان بواقي الكيك ده اللي هنعمل منه الكيك بوبس اللي شفتوها في بوفيه عيد الميلاد. وزعتها بقى في الصينيه ودخلتها الفرن برضو على درجه حراره 170 او 180 على حسب فرنك. صواني الكيك العاليه اخدت في الفرن من 50 ل 55 دقيقه، لكن الصاج ده بياخد من 15 ل 18 دقيقه بالظبط، ما كتريش عن كده. فانا بحط الصاج ده لما كيك الشوكولاته كان فاضل ان انا افصل عليه بقى الفرن 15 دقيقه، دخلت الصاج معاه وطلعتهم الاتنين مع بعض. بختبر بقى تسويه الكيك بخله اسنان او بستيك كده، لما تطلع معايا نظيفه يبقى الكيك كده استوى، بطلعه من الفرن. باحطه بقى على شبكة وباطلّعه من الحلة على طول، ما باسيبهوش في حالة السبونج عشان ما يهبطش. بنطلّعه على طول على شبكة وبنسيبه بقى لحد ما يبرد خالص، وبعد كده بنغلّفه وبندخّله التلاجة. كل الشغل ده قبل عيد الميلاد بيومين. لازم نغلّف الكيك قبل ما نشتغل بيه أو بنعمله قبلها بيومين. هنحضّر بقى دلوقتي أول حشوة من حشوات الكيك، ومن ألذ الحشوات اللي ممكن تعمليها. جبت كيس جيلي مانجا، حطيت عليه ربع كوباية مَيّة مغلية ودوبتهم وشيلتهم على جنب. كوباية ونص من بيوريه المانجا وقلّبت عليهم الجيلي بالمَيّة اللي إحنا دوبناهم، وبعد كده رفعتيهم على النار لحد ما المانجا تغلي. في بولة تانية جبت معلقة كبيرة من الجيلاتين البقري الحلال ودوبتهم في أقل من ربع كوباية مية سخنة. وبعد كده لما المانجا بقى غليت ابتديت إن أنا أضيف عليها خليط المية بالجيلاتين، وقلبت كويس لحد ما كل الحاجات دي امتزجت مع بعضها. جبت بقى 200 جرام شوكولاتة بيضة، وطبعا هنا الخليط بتاع المانجا سخن فضفت الشوكولاتة، وابتديت أقلب مباشرة لحد ما الشوكولاتة دابت. آخر حاجة سبت الخليط ده برد شوية وضفت عليه قطع المانجا، وبعد كده صبيت الخليط بقى في إطار. كنت عاملة إطار، هنا طبعًا الخليط بارد يا جماعة أو بدرجة حرارة المطبخ. الإطار ده أنا حاطاه على طبق ومغلفاه بأكياس كده من النُص، وصبيت الخليط وغطيته ودخلته الفريزر. وكل الحاجات والحشوات اللي أنا عملتها دي قبل ما أبتدي إن أنا أجلس الكيك بيوم، يعني قبل العيد الميلاد بيومين. بعد كده بقى في العجان أو بالخلاط ابتديت إن أنا أحضّر الكريم شانتيه. عشان تحضّري كريمة متماسكة باجيب كوباية كبيرة من الكريم شانتيه، حطيت عليها كوباية من المَيّة الساقعة المتلجة، ربع كوباية من السكر الناعم الحبيبات، ومعلقتين 2 من بودرة الباتيسير أو الباتيسير البودر، وضربتهم كويس لحد ما بقى معايا الكريمة بالشكل ده. هنا ابتديت إن أنا أقطّع الكيك بقى لديسكات. أنا كنت عاملة كيك تاني أو خابزة نُص كيلو إسبونج فانيليا تاني، عشان أنا محتاجة كيك تاني للكيك بوبس، طبعًا الكيك اللي أنا محتاجاه للتورتاية. أنا عمومًا الطبقة أو التورتاية أو الكيكية اللي هتكون تحت أو الدور الأولاني محتاجة فيه 4 ديسكات، والكيكة اللي أنا كنت خابزاها عملت لي 4 ديسكات. فاللي أنا عملته ده كنت عاملاه للكيك بوبس، بس ما فيش مانع إن أنا الطبقة طبعًا اللي كانت متبهدلة في الأول دي أنا شِلتها للكيك بوبس، وخدت طبقة سليمة من الكيكة التانية. بابتدي إن أنا أشيل بقى الطبقة بتاعة
الكيك اللي بتكون متحمره من تحت بزياده شويه دي، علشان مش مستحبه في الكيك وطعمها وشكلها مبيبقاش حلو. ومع التجليس القشور دي بتبتدي انها تطلع في الكريمه وشكلها ما بيبقاش الطف حاجه. تقدري كمان الكيك اللي احنا عملناه مقاس 24 ده او مقاس 18 بالارتفاع اللي احنا عملناه ده تقطعيه لخمس ديسكات. انا عاملاهم السمك بتاعهم اتخن شويه. جبت بقى الصينيه اللي احنا خبزنا فيها الكيك، حطيت جواها كيس تلاجة كبير، وابتديت ان انا احط اول طبقه من الكيك، وحطيت شويه كريمه جواها، وخدت اول طبقه او اول حشوه حشيناها اللي هي حشوه المانجا او اقراص المانجا، وابتديت ان انا احط طبقه الكيك التانية. وهنا مجهزه بقى في العلبه دي ميه بسكر وعليها فانيليا، ببتدي ان انا اسقي بيها الكيك، بتدي الكيك طراوه حلوه قوي. وبعد كده ببتدي ان انا اعمل الطبقه التانية من الكريم شانتيه. خلي سمك الطبقه يعني مثلا 2 3 مللي. حطيت في النص هنا حشوه البلوبري، حطيت شويه كده ووزعتهم، وبعد كده حطيت على وشهم شويه من الكريم شانتيه، ورجعت حطيت طبقه الكيك التانية. بصي بقى الحشوات زي ما تحبي، انا حبيت ان الحشوه النهارده تكون حشوه المانجا والبلوبري وحشوه كريمه عاديه. تقدري تحطي مكسرات. طبعا موضوع الحشوات كتير قوي، تقدري تحطي حشوه مربى حليب، اي حشوه موز تحبيها. يعني موضوع الحشوات ده كتير ومتنوع جدا. حطيت اخر طبقه من الكيك بقى، وبعد كده ابتديت ان انا اجلسها التجليسه الاخيره كده بالكريمه. يعني ما بتبقاش كميه كريمه كتير، بتبقى حاجه بسيطه كده يا دوب بس تبقى ملزقه طبقه الكيك في بعضها. وبعد كده بقى بنبتدي نجهز بقى الدعامات. طبعا احنا عاملين كيك دورين، فلازم يكون في دعامات علشان تمسك الطبقتين الاتنين، وما تخليش الطبقه اللي فوق تبقى تقيله على الطبقه اللي تحت فتخليها تتبهدل معانا. يعني كاننا مثلا بنبني بيت دورين، فبنحتاج ان احنا نعمل عمدان عشان تشيل البيت. الدعامات دي زي العمدان بالظبط. الدعامات بقى ممكن تبقى خشب او بلاستيك، بقسم يعني باخد المقاس بتاعها على قد ارتفاع الكيك، وبغرسها كده 4 دعامات في منتصف الكيك، وبغطيه وبدخله الفريزر لمدة ليلة كاملة. لازم الكيك او بعد ما احنا نحشيه بالطريقة دي ندخله الفريزر يتجمد معانا. عملت حشوة موس شوكولاتة. خدت كوباية كريم شانتيه برضو، حطيت عليها كوباية مية ساقعة متلجة، معلقتين من بودرة الباستري البودر، وحطيت ربع كوباية صغيرة من السكر، وحطيت معلقة من النوتيلا ومعلقة من الكاكاو الخام، وضربتهم كويس لحد ما بقوا عندي بالقوام ده. جبت كيك الشوكولاته بتاعي وابتديت ان انا اقطعه برضو لديسكات. الطبقه الاخيره بنشيل الجزء اللي هو بتاع اللي بيبقى ملزق شويه بتاع زفاره البيض ده، بنشيله خالص. جبت نفس الصينيه اللي خبزت فيها الكيك، وعملت نفس اللي عملته مع الكيك الفانيليا، وبسقي الكيك في النص كده. بس انا هنا الحشوات اللي حشيتها، حشيت ما بين الطبقات نوتيلا، وحشيت راسبيري. زي ما قلت لكم موضوع الحشوات ده اختياري، وفي كميه حشوات كتير قوي. ولو انتوا حابين ان احنا نعمل فيديوهات نعمل فيها حشوات الكيك الاحترافيه، علشان لو انتوا حابين تبداوا مشاريع في البيت قولوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هعمل لكم سلسله فيديوهات زي كده الايام الجايه. اخر حشوه خدت شويه كده من بديل الاوريو المتكسر او المجروش، وحطيته وقلبته مع الكريمه، وبقى عندي حشوه فيها طعم الاوريو حلو قوي. حطيت برضو اخر طبقه وغلفتها كويس، وحطيت اخر حاجه بقى اللي هي الدعامات. انا بجيب الدعامات الخشبيه دي، بتبقى متماسكه اكتر وقويه. في دعامات تانية بتبقى بلاستيك كده، بتبقى شبه شفاطات العصير، بس بتبقى واسعه شويه. تقدري لو متوفرة عندك تستخدميها، مفيش أي مشكلة. الكيك في المرحلة دي بعد الحشو على طول لازم ندخله الفريزر يتجمد ليلة كاملة، علشان لما نيجي نشتغل فيه لازم نشتغل فيه وهو مجمد. يعني الوقت اللي انا اشتغلت فيه الكيك دلوقتي ده كان قبل عيد الميلاد بيوم. طلعته بقى، ابتديت ان انا اجلسه، عملت كريمه برضو بنفس الطريقه وبنفس المقادير اللي قلت لكم عليها من شويه، وطبعا كل المقادير دي هكتبها لكم في التعليقات. وابتديت ان انا اجلس الكيك باستخدام الاسباتيول. طريقه التجليس لازم تبدا من فوق لتحت، باخد الكريمه بحطها على وش الكيك، وببتدي ان انا اقفل. وانا طبعا في المرحله دي اخدت بالي ان انا ابتديت اجلس الكيك وانا ما نقلتوش على البورد بتاع التورتايه. فجبت معلقه كده من عسل الجلوكوز وحطيت على البورد علشان تثبت الكيك معانا. عسل الجلوكوز بيدي الكيكه ثبات حتى لو اتحركت يمين شمال. يعني لو انت بتطلعي اوردرات ده هيضمن لك ثبات الكيك على البورد بتاع التورتيه، وتوصل للعميل سليمه من غير ما تتحرك من مكانها. بعد كده ببتدي ان انا اوزع الكيك بالاسباتيول الاول، واخر حاجه بستخدم بقى السكرابر الاكريليك او السكرابر الستيل اللي هي المعدن، وببتدي ان انا اجلس الكيك لحد ما ينعم معايا. مرحله تجليس الكيك دي لو اخدت معاكي اكتر من دقيقتين 3 هتبدا الكريمه تسيح، والموضوع هيبقى مزعج قوي، وتفضلي تعيدي فيها مره واتنين وتلاته، وفي الاخر ما بتبقاش ناعمه. فناخد بالنا بعد ما بنضرب الكريمة على طول بنبتدي ان احنا نقلبها تقليبة بالاسباتيول، علشان نخرج فيها منها فقاقيع الهواء الزيادة وتبقى الكريمة ناعمة معانا. وكمان لو الكريمة دي دخلت التلاجة او باتت في التلاجة لازم نرجع نضربها تاني ضربتين بالمضرب، علشان تبقى ناعمة معانا وما يبقاش فيها اي فقاعات هواء.
اول توزيعه للكريمه بتبقى بالاسباتيول وبتبقى من فوق لتحت بالشكل ده. بعد كده بقى بنستخدم السكرابر الاكريليك او المعدن، دول بالنسبه لي الافضل، وببتدي ان انا اعمل تجليسه للكيكه. ولو حسيت ان في فراغات صغيره كده يعني موجوده جوه الكيك، بملاها بالكريمه وبعيد تجليسه بسيطه تاني، وببتدي ان انا اعمل بقى الشارب ايدج بالاسباتيول، وبمسح بقى زيادات، وبدخل الكيك ده التلاجة اقل حاجه ساعتين 3 في التلاجة. انا عموما بدخله الفريزر افضل. انا هنا هدمج لونين، فعملت كريمه بنفس الطريقه وحطيت عليها 3 او 4 نقط من اللون البينك ونقطه من اللون الاحمر، ووصلت لي لدرجه اللون البينك اللي انتوا شايفينه ده. فاخدت جزء من الكريمه كده وزعتها من البينك تحت، وحطيت الجزء التاني كريمه بيضه فوق، وجلستها بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها من شويه. عملت الدور الاول من الكيكه بالطريقه دي، وحطيت بقى في النص الدعامه بقى اللي احنا هنثبت فيها الطبقتين مع بعض، ودخلت التورتيه دي الفريزر، وجهزت التورتيه التانية برضو بنفس الطريقه، النص اللي تحت لون بينك والنص اللي فوق لون ابيض، ودمجتهم مع بعض بالطريقه دي. بعد كده بقى هنسيبهم بقى في الفريزر هنا برضو ساعتين 3 لحد ما الطبقات تبقى ماسكة كويس، لما اجي احطها على بعضها يبقى الموضوع اسهل، وابتدي ان انا اخد بقى الكيكايه هنا متماسكه لانها ساقعه، وبحطها على الكيكايه اللي تحت، وبقوم سايباها مره واحده فبتنزل عندي على الكيكه بمنتهى السهوله. ببتدي بقى اجيب الكرات بقى، البالونات الكور دي موجوده برضو في المحلات بتاع بيع مستلزمات الحلويات، كل الاشكال دي بتتباع جاهزه في محلات بيع مستلزمات الحلويات. وزعت بلالين كمان على الجنب التاني، ووزعت بلالين من تحت، شكلها بيبقى حلو قوي، ووقت الاكل عادي او وقت التقطيع بتقدري تشيليها. عملت كمان مجسمات او اشكال بعجينه السكر، نشفتها ببودره السي ام سي. لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديو الاشكال دي اللي انا بعملها بعجينه السكر، قولوا لي مفيش اي مشكله. حطيت كمان توبر بتاع هابي بيرث داي، ووزعت شويه فراشات. وزعت بقى على الكيك شويه صغيرين كده من اللولي الابيض، في لولي صغير ولولي كبير بيتوزع بالطريقه دي. وبكده بقى التورته بتاعتنا بتاعت النهارده خلصت. قولوا لي بقى رايكم في التعليقات، وقولوا لي ايه الوصفات اللي حابين نعملها من في عيد الميلاد. اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نعملها في اقرب فرصه ممكنه. هتوحشوني جدا. لحد الفيديو اللي جاي، مع السلامه.